السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم أخواتي وإخواني من جديد في قناتي وقناتكم قناة مطبخ عائشة، ونتمنى ربي تكونوا في أتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد المملحات هادو، جاتني فيهم طلبية قلت علاش ما تعمش الفائدة ونستافدوا جميع. عندنا هنايا 7 ديال الشكيلات ديال المملحات، كل وحده كتميز بحشوه ديالتها، يعني حشوات مختلفه ولذيذه. نخليكم تتبعوا معايا الفيديو، ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تبخلوش عليا بجيم وبارطاج الفيديو هكا باش تعمل فائده ونكبروا العائله ديالنا. خليكم تعرفوا على المقادير. بسم الله. هنا غادي نبداو بالعجين ديال الكيش. كناخذ 500 غرام، كنضيف ليها 250 غرام ديال الزبده. انا هنا درت الزبده ديال العلبه، كيف ما يمكن لكم انكم ديروا الزبده سبيسيال. كنضيف ليها الملح على حسب الذوق، وغادي نضيف العطريه ديال البسطيله اللي كنت صاوبت معاكم. صافي هنا غادي نخدمهم مزيان حتى الزبده تلبس بالطحين. وهنا غادي نضيف البيضه، غادي نجمع بها الدقيق اللي عندنا. انا هنا اكتفيت غير بيضه وحده، وغادي تجمع ليا العجين. في حاله ما تجمعتش ليكم غنضيف القليل من الماء يكون بارد صافي، كنجمعوا العجين ديالنا. ما كندلكوهاش كما العاده، غير كنجمعوها. غنديرها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح. بالنسبه هنا العجين اللي غادي نستعمل في لي شوصو، عندنا هنايا بديل للعجين المورق. كناخذ 500 غرام ديال الدقيق، كنضيف ليها نص كاس ديال الزيت. صافي كنضيف القليل من الملح دائما حسب الذوق. صافي كنخلط هذاك الطحين اولا الدقيق مع الزيت. غادي نضيف هنايا جهد معلقه ديال الخل هكا باش كتعطينا ديك الهشاشه، وغادي نجمعها بالماء يكون بارد يعني متلج. صافي كنجمع العجين ديالي، ما خاصهاش تكون مرخوفه بزاف، يعني كتكون قابطه راسها. صافي غير كنجمعها مباشره. بعد ما كنجمع العجين ديالي كناخذ الدقيق كنرش به طاوله العمل، كنجيب العجين كنسرحها بالمدلك هكا كنطلقوها. انا هنا غادي نطلقها على شكل مستطيل. كنجيبوا الزبده الخاصه بالتوراق، واحد 350 غرام ديال الزبده، كنحكها في الحكاكه. بعد ما كنديروها في الثلاجه هكا تكون الزبده شاده في راسها. صافي كنحكوها بشكل متساوي على وجه العجين وكنروليوها بهذا الشكل هذا. صافي كنحاول نسد على الزبده باش هكا ما تخرجش، وغادي نضغط في الجوانب ديال العجين بالمدلك هكا باش الزبده ما تخرجش. بعد ما كنطلقوها كنرش بالطحين هكا باش ما تلصقش ليا العجين، وكنسرحها بالعرض، يعني كنعطيها شويه ديال العرض. صافي غادي ناخذها بهذا الشكل هذا كتشوفوا معايا. كنسرح العجين وانا كنطوي، يعني كتجينا ساهله وعمليه والنتيجه مرضيه. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى غادي نكمل العجين ديالي وغادي نوضعها في الثلاجه. صافي انا كناخذ الدقيق كنسرحو فوق من طاوله العمل. كناخذ العجين اللي غادي نعملو فيها الكيش، كنسرحها هكا كنطلقها. كناخذ هاد القطعه هادي على شكل دائري، لاني غادي نوضعها في هاد المول هذا ديال كاب كيك. كنحاول نقطعها دوائر على قد هذاك المول اللي عندنا حتى نلبس ليه العجين. صافي انا هكا غادي نبقى مستمره كنضغط عليها من التحت من الجوانب حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. من بعد ما غادي نكملها غادي نتكها بالفرشيط اولا شوكه،
وغادي نوضعها في المجمد قبل ما ندخلها للفران، واحد 15 دقيقه تقريبا في المجمد مباشره كندخلها للفران طيب. بالنسبه للحشوه ديال اللي كيش غادي ناخذ المقله، غندير فيها شويه ديال الزبده وشويه الزيت، غنخليهم حتى يذوبوا. غادي نضيف ليهم البورو ندوسو في الهاشوار، غادي نشحرو واحد شويه، وغادي نضيف عليه الثومه صافي. غادي نحرك مزيان حتى غادي تشحروا عندي. غادي نضيف ليهم الفطر المعلب، انا هنايا قطعته رقيق، وغادي نشحروه مزيان مع البورو، وغادي نضيف لهم السبانخ مقطعين، وغادي نشحر الكل صافي. كنبقى هكا كنحرك حتى غادي تشحروا عندي هاد المكونات. غادي نضيف القليل من التوابل، يعني الملحه والابزار، اي الفلفل الاسود، هذا من التوابل اللي استعملت في هاد الحشوه هادي. صافي كنحركهم حتى غادي نساجموا، وفي الاخير غادي نضيف ليهم القزبر والمعدنوس مقطعين، وغادي نخليهم على جنب حتى يبردوا. هنا لاباراي غناخذ جوج ديال البيضات، غنضيف عليهم القليل من الملح، الملح دائما حسب الذوق، وغادي نضيف عليهم الابزار. غادي نحك واحد الرويس ديال الكوزه، غير واحد شويه ما كنكثروهاش بزاف، غير هكا تنسيمه صافي. غادي نطربهم مزيان مع البيض، وغادي نضيف ليهم واحد الكاس ديال الكريمه، كانت متوفره كنستعملوها ديال الطبخ، ما كانش كناخذوا ياغورت مسوس كنطلقوه بشويه ديال الحليب وكنعوضوه به. هنايا ضفت نص معلقه ديال الخميره الحلوه، ومعلقه كبيره ديال الجبن، اي جبن كتفضلوا، وجوج معالق صغار ولا معلقه كبيره ديال الدقيق. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان، وغادي نضيفوا ليهم السبانخ اللي كنا شحرنا مع الفطر والبورو، كنضيفوهم عليه، وكنضيفوا القيمرون هكاك غير غسلناه ونقيناه صافي مسقطر مزيان من الماء، كنضيفوا منه القليل. غادي نخلط الخليط ديالي، وها هي لاباري ديالنا موجوده اللي غنعمرو بها لي كيش. صافي هنايا لي كيش عندنا بعد ما درنا ليهم نص طيبه، كناخذ لاباري كنضيف لها جوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك الاحمر ولا موتزاريلا اللي كان. صافي هكا كنقلبوهم مع بعضياتهم، وكناخذوا معلقه كنبداو نعمروا لي كيش ديالنا. صافي غنبقى مستمره هكا حتى غادي نكملهم وندخلهم الفران يكملوا الطياب ديالهم. بالنسبه هنايا البسيطلات الصغار، انا هنايا درت لافارس ديال بسطيله الحوت اللي سبق لي وحضرتها معاكم، غنخلي لكم الرابط ديال البسطيله اللي كنت حضرتها معاكم، نفس الشيء اللي كندير فيها. اللي بغيتو تعرفوا على الطريقه كيفاش كندير ليها دخلوا مرحبا بكم، غنخلي لكم الرابط. تناخذ الورقه ديال البسطيله كنقسمها على 4، وداك الربع كنقسمو على 2 هكا باش يعطيني حجم صغير. كناخذ الورقه ديال البسطيله كندهنها بشويه ديال الزيت، انا هنايا الزيت خلطته مع التحميره هو باش غادي ندهن الورقه. انا كنجمع الورقه اللي عندي باش هكا ما تقروش وما تنشفش، كنديرها في بلاستيك. صافي هذا هو السيركل اللي كنخدم به، وهذا هو السيركل اللي خدمت به كلشي، يعني القطر ديالو ما كيتعداش 7 سنتيم.
تناخد الحشوه ديال البسطيله كنعمر بها الورقه، كنجمعوها كما العاده اولا كنلمطو بها كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه العاميه ديالنا. صافي كناخد ورقه ثانيه كندهنها بالزيت كيف ما كتشوفوا معايا، وكنعاودها كنحاول نضغط عليها مزيان ونجمعها. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. وهنا غادي نوجدو لافاغس ديال لينيم. كناخد المقله كندير فيها قطعه ديال الزبده مع واحد شويه ديال الزيت، كنخليهم حتى يذوبوا، وكنضيف ليهم البورو حتى هو كنكون دايره في الحشوار. كنضيف القليل من الثوم وكنشحر البورو ديالنا مع الثومه. من بعد كنضيف ليهم واحد الجزره هكا محكوكه، وحنا كنشحروه فيه حتى تدبل. وكنضيف قطع صغيره ديال الدجاج. هنا عندي صدر ديال الدجاج مقطعه قطع صغيره، كنضيفو وكنشحرو الكل. انا غادي ندير ليه التوابل اللي متكونه من الملح، سكينجبير، والابزار. صافي كنقلب الكل هكا كنشحروه. انا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الاعشاب المنسمه. صافي بعد ما كيطيب عندنا هنايا الدجاج كنضيف الموطارد، واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد، وغادي نضيف الفيرميسيل سالقينه في شويه ديال الماء مقطعه رقيق، مع الحامض مصير والزيتون الاخضر مقطعين رقيق. صافي هنايا كنخلط الكل، وغادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر. كنتو كتفضلوا الحار تقدروا ديروا الهريسه. وفي الاخر كنضيف القزبر والمعدوس مقطعين. صافي هنا كنحرك الكل وكنطفي عليهم النار، وكنضيف القليل من الفرomاج محكوك. صافي غادي نحركهم حتى غادي نساجمو، غادي نخليهم على جانب حتى يبردوا. وهنا غادي ندوزو باش نعمرو لينيم ديالنا. كناخذ ورقه البسطيله كنوضع فيها الحشوه ديال الدجاج، كنجيب الورقه كنقطعها على جوج، كنقطعها على 4، والربع تنقسمو على جوج. هذا هو الحجم اللي درت. صافي كنبقى مستمره حتى نكمل الحشوه اللي عندي. وهنا بعد ما كنكمل كناخذ بيضه كنطربها مع شويه ديال الملحه والابزار، كندوز فيها لينيم ديالنا بعد ما كملتهم، وكندوزهم في لاشابلوغ. لاشابلوغ هنايا من اسمه بالاعشاب المنسمه، راه كيتباع جاهز. انا هنايا نسمتو بالاعشاب المنسمه. غادي ندوز فيه لينيم ديالي وغادي نقليهم في الزيت. صافي انا غادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. وهنا غادي نحضروا طوست حيت ليه الجوانب ديالو تيكونوا محمرين، ودلكتو شويه بالمدلك هكا بسطتو. كناخذ بابي اليمونتير كنفرش فوق منه القطع ديال الطوست بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا هكا كنستفوهم.
وغادي ندير لكم بالمدلك هكا باش يشدوا مع بعضياتهم. كنحاول نثبت القطع ديال الخبز توست، وغادي نجيب خلطه اللي كتكون من صلصه الالجيريان وديال الجبن، كنخلطهم مع بعضياتهم وكندهن بيهم الطوست ديالنا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غادي نحتاج الخس بعد ما غسلناه ونشفناه، كنوضع فوق منه لا داند فيمي هكا شرائح، وكنوضع فوق منهم القطع ديال الفرomاج ديال الساندويتش. انا هنا استعملت الشيدر، وغادي ناخذ الكورنيشو مقطعه هكا بالطول، وغادي نلف الخبز ديالنا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كنحاول نزير وانا كنلف وكنزير في نفس الوقت. صافي كناخذ البلاستيك الغذائي كنجمع فيه، وغادي ندخلهم المجمد هكا باش يقبطوا ريوسهم. غادي ندير بحال هكا حتى نكمل. بعد ما كيجمد عندي الخبز توست كيف ما كتشوفوا معايا، كنجيب الجبن كندهن الوجه ديال الخبز عندنا، وغادي ندوزو في البافو انا شديته حمرته شويه في الفران هكا باش يعطينا داك المذاق زوين والقرماشه. صدقوني الا درتو بهذه الطريقه راه غادي يعجبكم. صافي كنغطي الوجه ديالو مزيان، وكناخذ السكين وكنبدا نقطع به القطع يكونوا متساويين. كناخذ القياس اللي بغيت وكنبقى نقطع عليه حتى غادي نكمل. هنا غادي ندوزو باش نحضروا العجين اللي غادي نخرجوا منها بيتزا، يعني ميني بيتزا، والخبز ديال الهامبورغ. كناخذ 500 غرام ديال الدقيق، كنضيف عليه معلقه كبيره ديال الخميره، 2 معالق كبار ديال الحليب مجفف، القليل من الملح، كناخذ 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف هنايا 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون. انا هنا غادي نخلط العجين ديالي في العجانه. من بعد ما كندير الزيت غادي ناخذ معلقه صغيره هكا ديال السكر سنيده، وغادي نضيف واحد ياغورت طبيعي. صافي غادي نجمعهم بالماء. من بعد ما غادي نجمعهم ان شاء الله نتلاقاو باش تشوف الشكل ديالها. هذه العجين ديالنا بعد ما عجنتها كتجي هكا مطلوقه. انا هنا قسمتها. العجين غادي نخرج منهم خبيزات ديال الهامبرغر، والعجين غادي نخرج منهم البيتزا. غادي نضيف ليها الزعتر، غادي نخلطها حتى تنسجم، وغادي نغطيهم ونخليهم يختمروا. في هذا الوقت اللي غادي نخلي العجين ديالي تخمر غندوزو باش نحضروا لي شوصون ديالنا. هذه الحشوه ديال لي شوصون، عندي الثوم صفيته من الزيت، كنضيف ليه البصله مشحره في شويه ديال الملحه والبزار، وغنضيف لهم هنايا الجبن، اي جبن كتفضلوا تقدروا تستعملوه. صافي غنخلطهم مزيان حتى غادي نساجموا. وهذه هي لاصوص اللي غادي نعمر بها لي شوصون. كناخذ العجين المورق اولا الشبيه ديال العجين المورق. هنا غادي نقسمها على جوج وغادي نطلقها. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي مثل العجين المورق، كتجي هكا عطينا طبقات. كنطلقها في طاوله العمل، كنستعملوا دائما بالدقيق. كناخذ قطعه بشكل دائري مسنن، هو باش كنقطع العجين ديالي. وهاد القطعه هذه راها صغيره ماشي كبيره، يعني كنبقاو في نفس
الحجم اللي درنا به المملحات ديالنا كامل. صافي انا كنجمع العجين تنعاودها، وكناخذ الدوائر اللي قطعت كنحاول نعطيهم شكل مستطيل، وكنتسرح غير من الوسط، يعني الجوانب ما كنقيسهمش، ما كنقربش ليهم، كنخليهم شويه السمك ديالها مرتفع هكا. ملي كنديروا الحشوه ديالنا نسدو، ملي كندخلوها للفران كتعطينا الفوليم. صافي هذه الحشوه ديالنا كنبدا نوضع في كل قطعه القليل من الحشوه اللي عندنا. غادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل. كنجيب بياض البيض كندهن به هذوك الجوانب باش هكا تلصق ليا العجين. كنبقى مستمره بنفس الشيء كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. انا هنا خديت هذا السكين هذا اللي كيكون عنده هذا الجوا، هو اللي كنسد به العجين، في نفس الوقت كنعطيها شكل ومنظر زوين. صافي غنبقى هكا مستمره حتى غادي نكمل. كنجيب صفار بيض كنطربو مع القليل من صلصه الصوجه، وكنبدا ندهن به غير من الفوق، ما كنوصلوش البيض للجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره. من بعد كناخذ واحد العود ولا كيردون، وكنبدا نشكلوا العجين ديالنا من الفوق كيف ما ها نتوما كما كتلاحظوا. ما وصلش البيض للحواف باش هكا ملي ندخلوها للفران تعطينا الفوليم. صافي على الشكل اللي بغيتو نتوما كديروا. انا درت هذا الشكل هذا. غادي ندخلها الثلاجه حتى غادي تبرد تقريبا واحد 15 دقيقه، هذا باش مباشره ندخلها للفران الحراره ديالته تكون مرتفعه. هنايا غناخذ العجين ديال الهامبرغر كنحاول نفرغها من الهواء. كيف ما لاحظتوا معايا العجين راها مطلوقه. تناخذ الميزان باش هكا نمشي في عبار واحد وقياس واحد. كنعبر كل كره كندير فيها 17 غرام. انا هنايا وضعت لي سيركل باش هكا تيلا ضاف الحجم ديالها او لا في الطياب تبقى محافظه ليا على الشكل ديالها. صافي كنخليها حتى تخمر وكندهنها بالبيض، كندير فوق منها الجلجلان وكندخلوها للفران طيب. بالنسبه هنايا العجين ديال البيتزا كناخذها كنسرحها فوق من طاوله العمل وكندوز عليها هكا. ما كانش نديروا لها غير فورشيط كنثقبوا به العجين، وكناخذ نفس القطاعه اللي قطعنا بها العجائن كاملين وهي باش كنقطعوا البيتزا عندنا. غنبقى مستمره حتى غادي نكمل. ها هي بعد ما قطعتها دوائر صغيره كتجيب صلصه طماطم وكندهن الوجه ديالها. كناخذ الفرماج محكوك كل قطعه كندير عليها شويه. انا هنا غادي نعمرهم بالثوم مصفي من الزيت. صافي كنبدا نوزع عليهم الثوم بشكل متساوي في كل قطعه، وكنعاود ندير فوق منهم الفرماج. كناخذ الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وانتم تيبقى على حسب الذوق ديالكم اللي متوفر واللي موجود كتبقاو توضعوه فوق منها. وغناخذوا الزيتون الكحل اولا الاسود. صافي غادي ندخلوها للفران طيب. بالنسبه للهامبرغر غادي نعمروه بالكفته ديال لاداند. انا خديت هنايا الكفته غادي نسمها بالعطريه ديال الكفته، قليل من الملح، الفلفل الاحمر، وعصره ديال الحامض. وغادي نضيف ثومه غبره. عندي هنايا القزبر والمعدنوس وواحد البصيله صغيره محكوكه انا حكيتها هنايا.
وغادي نخلط الكل، غادي نخليهم في هذيك الترقيده بعد الوقت تقريبا نصف ساعه حتى تتشرب لينا العطريه. كناخذ الكفته كنسرحها ما بين جوج بلاستيكات وتناخذ قطعه دائريه هكا، كنبدا نقطع بها الكفته ديالنا، كنحاول نعطيها نفس الحجم وغادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل الكفته. عندنا غادي ناخذ لاطه مفرشه بابي سولفيغيزي، غادي نبدا نوضع فيها الدوائر مباشره، غندخلهم الفران يطيبوا. بعد ما كيطيبوا كنجيب الخبيزات بعد ما تاهما طابوا، كندهنهم دهنه هكا خفيفه ديال المايونيز، كنوضع قطعه ديال الخس، قطعه ديال الكفته، وقطعه ديال فروماج ساندويتش. انا هاد المربعات قطعتهم على 4 باش هكا نحافظ على الحجم ويجوني مواتين. صافي غنبقى مستمره حتى غادي نكمل ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا. تيكون اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا، كيجي هكا هماوي وديال تحمة الوجه قدام ضيافك، يعني ديري وانتيا بالك مطمئن، ذوق ومذاق. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه علاش لا. الا كانت عندكم اي استفسارات او اقتراحات فما تردوش انكم تخلوهم لي في التعاليق، ومرحبا بطلباتكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. السلام عليكم.